السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وصفتنا النهارده تفريز ورق العنب بطريقة سهلة جدا وبسيطة، مفيش إضافات سحرية ولا حاجة. هنضيف كده مكونين اتنين هيساعدوا كده، وكمان هيحافظولنا على ورقة العنب تكون طازة وكمان زي اللي بنشتريها بالظبط. ان شاء الله الوصفة تعجبكم وجربوها. طبعًا موسم ورق العنب اليومين دول، طبعًا لازم نستغل الموسم ده ونخزّن أكبر كمية من ورق العنب. إن شاء الله الوصفة تعجبكم وتجربوها. أهم حاجة ما تنسوش تدعموني بلايك وشير، ويالّا بينا هنبدأ كده مع بعض. في البداية طبعًا بتجيبي كده كمية من ورق العنب على حسب طبعًا آآ رغبتِك أنتِ، وكمان بنغسلها كويس جدًا تحت مَيّة جارية كده، يعني تحت الحنفية على طول عشان بيكون فيها أتربة كتير. وكمان كده بنبدأ نصفّيها. في طريقتين لرص ورق العنب أو لترتيب ورق العنب عشان بيكون سايل معاكِ وأنتِ بتنزّليه كده في المَيّة السخنة. دي أول طريقة. بنسيب كده أول ورقة، بنختار كده ورقة كبيرة شوية وكمان بنسيب فيها عنقودها. العنقود ده طبعًا بيساعد إن الورق كلّه يكون متماسك كده مع بعض. فإحنا طبعًا بنرص الكمية اللي إحنا محتاجينها في العنقود ده. بتبدئي طبعًا بترصيها كده وبتساويها، بترتبيها بمعنى أصح يعني. بتكون طبعًا سهلة عليكِ جدًا في نزولها كده في المَيّة السخنة. وصفة سهلة جدًا بسيطة جدًا. بتشتري كده الكمية اللي أنتِ محتاجة تفرّزيها طبعًا في الموسم بتاع ورق العنب. الطريقة دي سهلة جدًا. الطريقة التانية طبعًا اللي هي بنسيب كده العناقيد كلّها بنرص برضه الورق زي ما هو كده، وبنسيب العناقيد وممكن تربطيها. أنا هنا رصيتها بس ما ربطتهاش، فدي طبعًا بتكون بتضايقني شوية، فبلاشها خالص. الطريقة الأولى بتكون أسهل بكتير. أنا حبيت بس أوريكِ الطريقتين وأنتِ طبعًا تختاري الأنسب ليكِ. وصفة سهلة جدًا بسيطة جدًا. موسم ورق العنب اليومين دول استغليه طبعًا واشتري الكمية اللي أنتِ محتاجاها. الوصفة هنا أنا عاملة بس نُص كيلو عشان طبعًا وقت الفيديو. أكون كده مجهزة طبعًا مَيّة كده بتغلي على النار. يالّا بينا هنروح كده على المَيّة. طبعًا هاضيف لها بس نُص عصير ليمون وكمان معلقة واحدة بس من السكر. الإضافتين دول مش هنضيف أكتر ولا أقل منهم. وكمان هنبدأ كده نغمّس أو هننزّل كده ورقة العنب. ويكون كده معاكِ طبعًا أي حاجة ممكن بتطلّعيها بيها أو بتمسكيها، لإن المَيّة بتكون سخنة أوي. أول ما بتاخد لون معاكِ أو بتلوّن يا دوب بس، إحنا مش هنخلّيها تستوي ولا أي حاجة، إحنا بس بننزّلها كده في المَيّة. بتلوّن كده معايا. بتكوني طبعًا مجهّزة كده مَيّة فيها قطع تلج أو مكعبات من التلج. ده طبعًا بيساعد إن الورقة بتاعة العنب تكون محافظة كده على اللون بتاعها، تطلع من الفريزر نفس اللون ده إن شاء الله. الوصفة سهلة جدًا وبسيطة، جربيها وإن شاء الله تعجبكم جدًا. أول بس يندوب يعني ما بتكملش كده 5 ثواني في المَيّة، بتقلبيها تقليبتين وبتطلعيها على طول من المَيّة، بتنزليها في المَيّة الساقعة. هنبدأ طبعًا بتشيلي العنقود ده خالص. أول ما بتشيلي العنقود بتسيبيها كده على فوطة، وبنبدأ كده بننشفها تنشيفة بسيطة خالص، وبتبدأي على طول بترصيها أول ما بتبرد. وبتدخّليها طبعًا الفريزر على حسب الكمية اللي أنتِ محتاجاها بتفرّزيها. طريقة سهلة جدًا ما فيش أي مكونات سحرية، عصرة ليمونة وكمان معلقة كده من السكر. وده كل الموضوع في تخزين طبعًا ورق العنب. بتفرّزيه بقى في أكياس تلاجة، بتفرّزيه في علب محكمة الغلق، بتفرّزيه في طبعًا برطمانات كده اللي هي الإزاز، براحتك خالص. المتوفر عندِك طبعًا بتفرّزي فيه. يعني هنا طبعًا مفرّزة كده في أكياس تلاجة. تعملي كده رولات. وكمان بتحاولي كده تخلّي طبعًا حجم الورقة على حسب حجمها كبير، صغير، بترتّبيهم طبعًا زي بعض. وصفة سهلة جدًا إن شاء الله تعجبكم جدًا. تفرّزي براحتك خالص الكمية اللي أنتِ محتاجاها. أنا هنا طبعًا مرتّبة كده الورق الكبير مع بعضه والصغير مع بعضه وكمان المتوسط مع بعضه. بيساعد كمان إن أنتِ لمّا تيجي كده تطلّعيه من الفريزر مش هتنزّليه في مَيّة ولا أي حاجة، أنتِ هتسيبيه بس يفُك وخلاص. بتبدئي كده بتحشيه. وكمان أكياس التلاجة دي مش هتاخد معاكِ مساحة كده في الفريزر، بتخزّنيها بسهولة خالص. إن شاء الله الوصفة تعجبكم وتجرّبوها، وفي رعاية الله.